ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، ويديم عليكم الصحة والستر وراحة البال يا رب. هتعملي ايه النهاردة يا ام زيزو؟ والله النهاردة صحيت من النوم كده مش عارفين نعمل اكل ايه، وزهقنا بقى، زهقنا بجد. كل يوم نقوم ندور على الاكل، كل يوم نقوم ندور على الاكل. انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي في الطبق ده بصل مقطعاه حلقات رقيقه جدا، وهحط له كمان رشه نشا كده. بسم الله. وهبدره بالنشا. عبال ما هبدره بقى هنزل بزيت كده، زيت ذرة، زيت عباد. ده زيت عباد اهو. هتعملي بقى اكل ايه يا ام زيزو؟ واقلب كده. هبدر بصوا، عشان خاطر البصل يطلع منكم مقرمش وحلو وناشف، لازم تقطعوه شرايح رقيقه جدا ويتبدر كله زي ما انتوا شفتوا كده معايا. تمام تمام يا موزيزو، تمام يا موزيزو. هبتدي بقى دلوقتي هنزل مش بالكميه كلها طبعا عشان ما يطراش مني، يعني كده تمام قوي. اسيبهم بقى كده يتحمروا. انا لغايه دلوقتي ما قلتلكوش هعمل ايه. هعمل كشري، هعمل كشري يا حبايبي. هحمر بقى الحله دي بتاعت الكشري عشان هعمله في حله واحده. هحمر بقى كده البصله واخليها مقرمشه كده معايا ونشوف جمالها. اللهم اللهم بارك. بصوا الجمال بقى، بصوا ابتدى ان هو يتحمر ازاي. ثواني، الاضاءة برضو. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم اصلا ان هو مقرمش بطريقه. هنطلعه اللون ده بس لان البصل كل ما بيقعد، يعني لو عايزين درجه تطلعوه درجه قبلها افتح، عشان خاطر كل ما بيقعد بيغمق مننا. وكده تمام اوي. دي بقى اللي اسمها تقليه زي ما بيقولوا كده للكشري. وعندك واحد تقليه وصايه والحاجات دي. خلاص كده هرفع الطاسه. اللهم صل على سيدنا محمد. وابتدي احط الحله. هتحطي ايه بقى في الحله يا ام زيزو؟ زيت من اللي انا قليت بيه اهو. وهنزل بحوالي كوبايه من الشعريه.
نولع البصلتين دول عشان هيغمقوا معانا. هحمر الشعرية كده. بقى الشعرية اتحمرت معايا، هنزل بالرز. حطيتي قد ايه رز يا ام زيزو؟ حطيت 3 كوبايات على كوبايه ونص شعريه. واقلبه لغايه ما يتشوح معايا. ده عدس بقى مغسول ومنقوع بقاله 3 ساعات اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لونه خلاص كده. هصفيه. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى دلوقتي خلاص الرز كله اهو اتشوح. وهشوحه برضو شويه كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه في الحله الواحده ده تشويح كده. بقى هحط المكرونه. على فكره العدس والمكرونه وكل حاجه استخدمتها النهارده النوع دوت. هنزل بقى في كيس المكرونه وهنفضل برضو نشوح كده لغايه ما المكرونه بتاعتي تتشوح، تتغلف كلها بالمادة الدهنية بتاعتي. خلاص كده اتشوح معايا كله. هحط بقى ايه حوالي نص معلقة توم صغيرة وشوية كزبرة. هاتوا الكزبرة. وشوية كمون وهحط كمان مرق الدجاج اللي هي بالخضار. وهقلبهم. وهنزل كمان بالملح. شوحنا اهو. هجيب بقى المكرونه الاسباجيتي بتاعتي. المكرونه الاسباجيتي اهي. بسم الله. نحاول منخليهاش مظبوطه. هات الكاتل يا بابا. وهنزل بقى دلوقتي بالميه السخنه. بسم الله.
ميه قد ايه لغايه ما نغطي المكرونه. تمام قوي كده. هنقلها بقى على العين التانية وابتدي نعمل مع بعض الصلصة. هسيبها عريانة شوية لغاية ما تغلي وبعد كده هغطيها كده بقى. زي ما انتم شايفين حطينا شوية زيت اللي احنا قلينا فيهم وهنحط كمان معلقة توم وحمر الثوم كده. كده زي ما انتم شايفين انا بحمر الثوم اهي، داخله خلاص في التحميره. هنجيب بقى معلقه صلصه مش راضيه تتحمر. ليه مش راضيه تتحمري؟ ليه؟ النار عاليه وكل حاجه تمام حتى. انت الادب. معلقه توم ماما ما ربطهاش اهو. خلاص كده تمام اوي، احنا مش هنحرقها. هنزل بقى صلصة الطماطم كده، ابتدي اقلب كده. عايزه اقول لكم الطماطم لما بتتقطع كده بتديها طعم تاني خالص. وابتدي بقى ايه، هحط شويه فلفل اسود شويه بهارات، شويه بابريكا، شويه ملح وقلب. الطماطم عندي تكون معصوره. طبعا انا عامله معاكم الطماطم عصراها مصفياها مفرزاها. وابتدي بقى اسيبها تاخد ايه غلوه كده وارجع لكم. دلوقتي خلاص انا حطيت كمان، نسيت اقول لكم، نص معلقه سكر عشان الحموضه. هحط دلوقتي بقى الخل واسيبها تاخد غلوتين. خلاص هي كده داخله في هي دخلت اصلا مش داخله. هسيبها بقى تاخد غلوتين وهطفي عليها. بصوا خلاص كده يا حبايبي الصلصه اتعملت معايا اهي، حاجه كده اللهم بارك تحفه. بصوا الجمال. خلاص كده هطفي عليها. صلوا على النبي يا حبايبي. انا حطيت الطاسه اهي. حذر فزر هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه يا مزيزو؟ فضيها فضي 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 زيح العيا مر. الله اكبر الله اعظم. شر ان العصر بيأذن اهو. بصوا دي قطايف، بس بصوا كنت سرقتها من شهر رمضان وفرستها، حشيتها وفرستها. بصوا الجمال. هقليها بقى معاكم دلوقتي وهنعمل الشربات.
اي حاجه ام زيزو بتفرزها يعني، ما تستقلوش بيا، ما تستقلوش بام زيزو. هقدح بس الزيت واحطها. الزيت عمال يطرطش مني قوي عشان خاطر انا بستعبط، ما نشفتش الطاسه خالص. يلا الزيت لما يطرطش مننا نحط ملح. طب احنا هنقلي قطايف دلوقتي، هنحط ملح ازاي؟ عايزين نعرف حاجه بقى للموضوع ده. انا طلعت اول طاسه اهي، وهطلع التانية برضو. بصوا الجمال بقى اهو، الجمال. بصوا اللهم بارك، حاجه كده ايه، شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا ام زيزو ده؟ خلاص كده الكشري بتاعنا استوى. صلوا على النبي حبايبي. دلوقتي بقى هنعمل معاكم الدقة. حطيت الزيت وهحط كمان الثوم اهو هيتحمر. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين اهو الثوم اتحمر معايا. هنزل بشويه كزبره، شويه كمون، هات قرن هات ازازه الخل اللي بره دي. وهنزل كمان بشويه ملح. ودلوقتي خلاص يا حبايب قلبي انا خلصت معاكم الكشري اهو. ازيكم عاملين ايه؟ خلاص انا خلصت الكشري وعملت القطايف وجهزت كل حاجه. تعالوا بينا بقى كده نغرف معلقتين عشان انا مش هاكله هنا. بصوا الجمال. الله، استنوا استنوا. بصوا المكرونه مفلفله ازاي. الله. ما تضايقهاش يا عمر. مش انت تشرب عمال تطول ميه غلط. طب سيبها تدلع. بصوا بصوا الجمال. هنا بقى طبعا الكشري معمول كله في ايه؟ شوية دقة، شوية حمص، شوية صلصة،
وكمان عملت السلطه ديت. بصوا السلطه ديت بتبقى جميله قوي، بنعملها جنب الكشري، وطيتين على قرن فلفل على طماطمتين على معلقه هريسه حمراء، فص ثوم ابيض، كزبره، كمون، ملح، شويه خل. مش قادره اقول لكم بقى على الجمال، دي بتبقى جنب الكشري، وبنحط عليها كمان شطه. ايه الجمال ده؟ تعالوا ندوق مع بعض كده. بسم الله. لا لا. نسيت الدقه، شويه دقه بقى. بصوا الجمال، بصوا الدقه وجمالها، اللهم بارك. شويه دقه بقى يتحطوا كده يبقى طبق عجبي. بصوا بصوا التقليه عامله ازاي. لا 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 صح، اختلف الموضوع بجد. شويه كشري، ايه الجمال ده، مع بقى كوبايه بيبس، مع قطايفتين، قطفايه، الدنيا تبقى بصوا في حته تاني. بصوا طيب سرقه من رمضان. وكده اكون خلصت الاكله بتاعتي. بصوا بصوا جمال سامعين؟ شايفين البصل عامل ازاي؟ وكده اكون خلصت الاكل النهارده اللي هو الكشري في حله واحده، وكمان عملت القطايف. استنوني الفيديو دي، ما تنسوش تعملوا لايك والشير والاشتراك في القناه، وتشيروا الفيديوهات بتاعتي، وتستنوا مني كل جديد. صلوا على النبي، وحدوا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باي.